لو انت من عشاق الفطير، ده احلى فطير مشلتت ممكن تعمله في البيت. يلا بينا نجهز الفطير. هنجيب بولة، كيلو الا ربع دقيق، بيضة ونكسرها، كوباية لبن. كوباية لبن دي مهمة وضرورية. فضي فضي فضي. نحط بعد كده نص معلقة ملح مع معلقة عسل كبيرة او سكر على حسب الموجود عندك. نجيب المضرب او نعجن بايدينا عادي زي ما تحب. نزود مية على حسب ما العجين يحتاج. نسخن السمنة البلدي. انزل على العجينة بعد ما عجنتها خالص، افرد العجينة ولمها. بعدين هات طبق لم عليه العجينة وغطيها لحد ما ترتاح. وبعدين نجيب صينية فاضية ونبدأ نقطع العجينة صغيرة ونكور. قطع صغير وكور، قطع صغير وكور. بعدين نجيب السمنة اللي سيحناها وندهن الصينية ونفرد أول قطعة. افرد كويس كويس كويس. وبعدين طبق القطعة زي ما انت شايف كده بالظبط. بعدين نفرد التانية ونحط اللي طبقناها جواها. هنفضل نطبق ونفرد ونفرد وهكذا لحد ما نخلص الكمية اللي احنا قطعناها كلها. زي ما انتوا شايفين كده، ناخد اللي احنا طبقناه ونحطه جوه المفرود. مسحة بسيطة سمنة علشان العجينة تطلع بعد التسوية مورقة وجميل. ونطبق بالراحة كده زي ما انتوا شايفين. نشد العجين، ما شاء الله بيتشد زي ما انتوا شايفين كده، بيتشد ولا كأنه معجون اصلا. ملبن. يا سلام. حط بقى الكرة الأخيرة. اقفل 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 زي ما قفلنا في الأول خالص. وكده سيبنا العجينة لحد ما ارتاحت مية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ نفرد 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 على قد كمية الدقيق، على قد الصينية اللي هنجيبها. جبنا صينية وسط وفردنا عشان تطلع معانا فطيرة كبيرة وجميلة ورايقة. بنفرد لحد الآخر خالص خالص خالص. ونمسح بعد كده آخر مسحة بالسمنة علشان الوش. وبعدين نجيب قشطة، نحط قشطة 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 قشطة. تطلع بوش جامد ومنفخ وحلو جدا. ما شاء الله ما شاء الله. نبدأ نجهز الصينية بقى. 3 اطباق عسل وجبنة قديمة، كل اللي نفسك فيه. جهزنا الصينية وطلعنا من الفرن. يلا بينا ندوق. ما شاء الله ما شاء الله. طالعة مورقة وجميلة وهشة وطعمها مش عايز اقولك خطيرة خطيرة. ما شاء الله ما شاء الله. طعمها تحفة تحفة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.